السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق سكور ماتش المغرب في جميع أنحاء الوطن العربي، شكرا لكم لدعمكم لقناتنا، وشكرا لكم، ولا تبخلوا علينا بالزر اشتراك ولايك وسبسكرايب لقناتنا لكي يصلك الجديد دائما فيما يخص سكور ماتش. إذا أهلا وسهلا، ورمضان مبارك سعيد أدخله الله علينا وعليكم بالخير إن شاء الله، وعلى كل العرب إن شاء الله. إذا موضوع حلقة اليوم هو ظهور لاعبين جديدين أو جدد، يعني لاعبين ماسيين. إذا كما تشاهدون الآن، هادو هما اللاعبين الجدد، ومنهم البهلوان أمام البوابة كولوسيوس. إذا أصدقائي صديقاتي عشاق سكور ماتش المغرب، هناك 3 لاعبين جدد، ولكن يبقى التساؤل، يعني ممكن الخبر يصير صحيح، وما علاقة هذا التسريب بشهر أبريل؟ ونحن نعرف يا أصدقائي صديقاتي بأن شهر أبريل خاصة أول يسمى بكتبة أبريل. لقد راسلت الشركة ولكنهم لم يردوا علي بخصوص هذا الجواب أو هذا الشأن، وأشك يعني بنسبة 40% أن يكون هذا الخبر يعني خاطئ، أن تكون يعني كتبة أبريل، و40% يمكن أن يكون هذا الخبر صحيح. ولكن على العموم أظن بأن هذا يعني ممكن أن يكون صحيحا، وأن يظهروا لاعبين جدد ماسيين. ولكن كما قلت لكم، الصدفة هي أن هذا الخبر جاء في وقت يعني تكون هناك يعني كذبة وتسمى بكذبة أبريل، ومن هذا المنطلق فمن المحتمل أن يكون هذا الخبر يعني يعني مثل عودتنا يعني لعبة سكور ماتش، أنه دائما في شهر أبريل يكثر يعني الكلام ويكثر كثير من الأشياء، ولكن لا نصدق هذه الأشياء حتى تخرج في FTG يعني مصدر موثوق، لأن هذا الخبر يعني لن نؤكده نحن قناة سكور ماتش المغرب، لأن هذا الخبر لم ينزل إلى حد الآن في شركة الخاصة FTG أو تويتر. يعني يمكن أن يكون هذا الخبر صحيح، ويمكن أن يكون هذا الخبر خاطئ. إذن على العموم شكرا لكم، وأرجو منكم أن تتركوا تعليقاتكم. ماذا تظنون؟ هل هذا الخبر يعني كذبة أبريل، أم هذا الخبر يعني صحيح 100%؟ أترككم الآن في التعليقات، وسوف أشاهد التعليقات لكي أشاهد هل أنتم مع هذا التحديث أم لا. إلى هنا تنتهي حلقتنا، إلى اللقاء. لا تنسوا شباب الضغط على زر اشتراك ولايك وسبسكرايب، وأن تقوم بعمل شير مع أصدقائك لكي تصل إلى جميع الأشخاص بأن العرب لديهم قناة خاصة بسكور ماتش. وإلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله.